تخيل إنك قاعد في حفلة وشايف مراتك بتخونك مع واحد غريب قدام عينيك، والكل مستني رد فعلك، فتقرر تروح للراجل ده وبكل هدوء تقوله: أنا قتلت اللي كان قبلك. هل دي مجرد دعابة سخيفة ولا اعتراف حقيقي بدم بارد؟ النهاردة هنغوص في أعماق ديب ووتر، الفيلم اللي هيخليك تشك في كل اللي حواليك. فركز معايا كده يا صاحبي. بتبدأ الحكاية مع فيكتور، رجل أعمال غني بيكون راجع بعجلته من الغابة لبيته، وفي البيت بيلاقي مراته ميليندا مستنياه على السلم بنظرة غريبة. بيسألها في ايه، فبترد ببرود مفيش، وبتسيبه وبتدخل. الزوجين عندهم بنت صغيرة اسمها تريكسي، وهم بيجهزوا الحفلة عندهم. ميليندا بتطلب منه يساعدها في فستانها وجزمتها، وفي لحظة رومانسية بتبين له حبها، وبعدها بيسيبوا البنت مع المربية وبيطيروا على الحفلة. هناك ميليندا بتشوف صاحبها جويل، ومن غير تردد بتاخده في ركن هادي وبيبدأوا بوس بشغف ولع الدنيا. فيكتور بيفضل مراقب الموقف ببرود تام، وحتى لما صاحبتهم ماري بتحذره من اللي بيحصل بيرد بمنتهى الثقة انه بيعشق مراته بجنونها ده. وبعد شوية ميليندا بتبهر الكل بعزفها على البيانو. جويل بيروح يشكر فيكتور انه سمح له يقعد معاها، وهنا فيكتور بيرمي قنبلة وبيفتح سيرة حبيبها القديم مارتن اللي اختفى، وبيعترف لجويل بوش خشب ان هو اللي خفاه. جويل بيفتكره بيهزر، بس لما بيلاقي فيكتور بيتكلم بجد بيترعب وبيهرب من الحفلة فورا. وبعد الحفلة ميليندا بتسأل فيكتور بشك لو كان قال حاجة لجويل، بس هو بينكر تماما وبيرجعوا عادي على البيت. أول ما بيوصلوا بقى ميليندا بتقلع التيشيرت وبتتمشى في المطبخ نص عريانة، والمربية لسه موجودة في البيت. فيكتور بيتكسف جدا وبيعتذر للمربية، وبيطلب من مراته تدخل أوضتهم وتلبس حاجة تسترها. هنا بيبان وش ميليندا الحقيقي، ست أنانية ومستهترة. فيكتور بيساعدها تقلع هدومها، وهنا بنكتشف المفاجأة. الاتفاق اللي بينهم إن ميليندا مسموح لها تتصايع مع أي راجل عادي، بالشرط إنها ما تطلبش الطلاق وتفضل معاه ومع بنتهم. لا والله راجل جدع وشهم. طبعا فيكتور باشا بيقبل بالوضع ده علشان يحافظ على بيته، وبنشوفه هو مهتم بهواية غريبة وهي تربية القواقع. تاني يوم فيكتور بيوصل بنته للمدرسة، وهناك بيقابل صاحبته جين اللي بتسأله عن إشاعة قتله لمارتن، فبيضحك وبيقول لها إنه كان مجرد هزار علشان يطفش جويل من طريق مراته. بس الإشاعة بتنتشر زي النار في الهشيم، وهو لسه مصر إنه كان هزار سخيف منه. وفي البيت ميليندا بتبقى شايطة منه علشان هزاره التقيل ده، وبتجبره يعتذر لجويل، لا وكمان بتعزمه على العشاء. جويل بيوصل وهو مرعوب، وفيكتور بيستقبله ببرود وهزار سمج. ولما بيعرف ان جويل عنده حساسية من الجمبري بيعملوا سندوتشات مشوية بدل العشاء الفخم. ووقت العشاء جويل بيبلغهم انه مسافر تاني يوم. فيكتور بيطلع ينيم بنته اللي بتعترف له انها مش طايقة جويل، وهو نازل بيلمح مراته وجويل عايشين اللحظة سوا. ميليندا بتدخل الحمام وبتطلب من فيكتور يصب كاس لجويل. جويل بيبقى مستني اعتذاره، بس الصدمة ان فيكتور بيكرر كلامه وبكل ثبات بيقول له: انا فعلا قتلت مارتن بشاكوش. وبعدها بيطلب له اوبر وبيقول له: وقتك خلص، اتفضل بقى من غير ما ترد. وبعد كام يوم العيلة بتحضر لحفلة تانية، وهناك بيقابلوا كاتب سيناريو اسمه دون ومراته كيلي. دون بيفضل ينكش في فيكتور عن حكاية مارتن، وفيكتور بيكرر نفس القصة ببرود. علشان يحرق دم ميليندا فيكتور بيعزم كيلي على الرأس، وده بيخلي ميليندا تولع من الغيرة. وهم راجعين بتسأله لو معجب بكيلي، فبيعترف انه مشدود لها قوي، وده بيخلي ميليندا تحاول تثبت انها الأحسن. والاتنين بيقضوا ليلة نار أول ما بيوصلوا للبيت. وتاني يوم فيكتور بيعرف ان ميليندا سحبت مبلغ كبير لواحد اسمه تشارلي مدرس بيانو. بيشك في الموضوع وبيروح يراقبه، وبيتفاجئ بميليندا داخلة تتغزل في عيني عينك. وبالليل بترجع متأخر
وبتحكي له ببرود عن صديقها الجديد. الأمور بتتطور لما فيكتور بيشوف تشارلي ماشي في الشارع بورد، وبعدها بيلاقي الورد ده في بيته فبيرمي الورد في الزبالة فورا. ميليندا بتبدأ تقضي العيلة بره البيت مع تشارلي، ولما فيكتور بيطلب منها تبطل علشان خاطر بنتهم بتصدمه وبتقوله ان البنت كانت اختياره وهو مش اختيارها، وبتحكي له تفاصيل ليلتها مع تشارلي وازاي كانت مبسوطة معاه القادرة. بعد كام يوم الكل بيتجمع في حفلة بسين، وفجأة بيظهر تشارلي اللي ما كانش معزوم، وميليندا بتقدمه لفيكتور على انه مدرس البيانو بتاعها. فيكتور بيمثل انه ما يعرفش حاجة وبيسلم عليه بذوق وأدب، بس الغيرة بتاكله لما بيشوف ميليندا بتتدلع وبتقرب من تشارلي قدام الناس كلها وهم بيعوموا. وفجأة الدنيا بتمطر والكل بيجري على جوه إلا فيكتور وتشارلي. بيظهر دون وبيلمحهم لسه عند البسين قبل ما يدخل. لحظات وفيكتور بيدخل يكمل سهرته عادي، بس ميليندا بتبدأ تدور على تشارلي، ولما ما بتلاقيهوش بتطلع تدور عليه بره. وهنا الصدمة بتخبط في دماغها، بتلاقي جثة تشارلي عايمة في البسين وبتصرخ صرخة تقطع القلب. الكل بيطلع يجري وبيطلعوا الجثة وبيحاولوا ينعشوه، بس خلاص أجله جه. وهنا كان بقى جثة هامدة وكل محاولاتهم راحت على الفاضي. البوليس بيوصل فورا وبيبدأ يستجوب الكل. ميليندا من غير تردد بتلبسه التهمة، والظباط بياخدوه يحققوا معاه، بس ما بيلاقوش أي حاجة مريبة فبيمشوه. رغم كده ميليندا بتفضل راكبة دماغها إن فيكتور هو اللي قتله. ولما بيرجعوا البيت فيكتور بيواجهها وبيسألها لو عايزة تتطلق مادام شايفة إنه قاتل قذر، بس هي بتبان ثابتة وبترد ببرود وبتقوله إنها مش خايفة ومقتنعة إن هو اللي خلص برضه عليه. والتاني يوم فيكتور بيبقى راكب عجلته وبيلاحظ إن في عربية ماشية وراه وبتراقبه. بيروح مدرسة بنته وبيقابل كيلي اللي بتقوله إن دول لسه مقتنع إن هو اللي قتل وعمال يهرتل بالكلام. فيكتور بقى بقلبه الطيب بيعزمهم على العشاء، وهناك بياخد دول للبدروم وبيبدأوا كلام عن القواقع، بس بعدها بيطلب منه يبطل ينشر إشاعات عنه. دوم بيصمم على رأيه وبيطلب منه يعمل اختبار كشف كذب، ففيكتور بيوافق. وبعد كام يوم فيكتور بيلمح نفس العربية في السوق، بيبص جوه فبيلاقي كاميرا ومعدات، فالشك بيبدأ يلعب في دماغه. بيشوف ميليندا واقفة مع واحد غريب فبيقطع كلامهم. الراجل بيعرف نفسه انه دكتور نفسي اسمه ديفيد، بس لما فيكتور بيطلب كارته ديفيد بيتهرب منه. هنا فيكتور بيفهم الفولة، الراجل ده محقق خاص ميليندا ودول مسلطينه عليه علشان يكشفوا مسطوره. وبعد اسبوع فيكتور بيروح لدوم بيته وبيواجهه انه مشغل محقق يراقبه. دوم بينكر الكلام، بس فيكتور بيطلع له كشف حساب بنكي بيثبت ان ميليندا حولت فلوس لحساب دون. الدنيا بتولع بين دون ومراته كيلي والخناقه بتكبر والكل بيبان على حقيقته. بعدها بفتره فيكتور بيبقى ماشي في الشارع وعينه بتيجي على ميليندا وهي خارجه مع واحد جديد اسمه توني. بيفضل يراقبهم وهم بيتمشوا في المدينه ودايبين في حب بعض. وفي نفس الليله بيسمعها وهي بتكلمه بصوت كله دلع، وهنا الدم بيجري في دماغه. تاني يوم ميليندا بتعزم توني على العشاء وبتقدمه لفيكتور على انه حبيبها القديم، وبتقوله ببجاحة ان ده اول راجل امريكاني تتجرأ معاه. توني بيبقى محرج جدا، بس فيكتور جواه نار قايدة، ورغم كده بيرسم ابتسامة صفرة وبيتعامل بود مصطنع. الليلة بتعدي وهم بيشربوا وبيرقصوا، وغيرة فيكتور بتوصل لاخرها لما بيدخلوا اوضة النوم وبيقضوا ليلة حمرا سوا. بعد كام يوم فيكتور بيقرب من توني وبيسحبوا الموقع ميليندا الجديد. توني بيركب معاه وبيروحوا للغابة، وفي الطريق فيكتور بيحاول يوقعه في الكلام بس ما بياخدش منه عقد نافع. أول ما بيوصلوا لعمق الغابة فيكتور فجأة بيمسك طوبة وبيرزعها في دماغ توني، وقبل ما التاني يفوق بيديله بطوبة تانية أكبر بتخليه يقع من فوق الجرف ودماغه تخبط في صخرة جنب النهر. توني بيقطع النفس في ساعتها، وعلشان يداري جريمته فيكتور بيجر الجثة للنهر وبيربط فيها حجارة وبيغرقها، بس قبل ما يخلص بياخد محفظة توني من جيبه. والتاني يوم ميليندا بتقترح يعملوا بينكينج في مكانهم المفضل،
وبياخدوا بنتهم كمان معاهم. فيكتور بيوافق وبيروحوا لنفس المكان اللي توني مقتول فيه. البنت بتلعب وفيكتور وميليندا بيعيشوا لحظات رومانسية، وبيوعدها انه عمره ما هيسيبها، وبيفاجئها بألبوم صور صورها فيه من غير ما تعرف. وهم في عز الاستمتاع الجميل ده، فيكتور بيلاحظ ان تريكسي بعدت عنهم. بيروح يجيبها، بيلاقيها قربت من النهر، وهو بيشدها بقى بيلمح جثة توني وهي عايمة على وش المية. وهم راجعين، ميليندا بتكتشف انها نسيت الشال بتاعها، ففيكتور بيوعدها يجيبهولها تاني يوم الصبح. واليوم اللي بعده بيروح ببرود بالعجلة وبيدور على الجثة. وفي نفس الوقت ميليندا بتدعبس في البيت وبتلاقي محفظة توني في البدروم، وهنا الشك بيأكد لها ان جوزها هو اللي خلص على توني وكل اللي كانوا قبله. فيكتور هو بيحاول يخفي الجثة في النهر، دوم بيظهر له فجأة وبيقفشه متلبس. لحظتها فيكتور بيحاول يلف ويدور، بس دوم بيشوف دراع توني طافع على المية. دوم بيترعب وبينط في عربيته، وهو بيصرخ انه هيوديه ورا الشمس. وفيكتور بيطارده بالعجلة وبياخد طريق مختصر. بيطلع فجأة قدام عربية دون اللي بيختل توازنه وبيعمل ملف حاد بيحتفه في النهر وبيموت في لحظتها. في المشهد الأخير فيكتور بيرجع البيت بعد ما اتأكد ان دون خلاص بح. بيلاقي ميليندا مستنياه على السلم، نفس لقطة بداية الفيلم. بتبصله لحظة وبتوضح له انها لقت المحفظة بتاعت ضحيته. بيخلص الفيلم بمشهد ميليندا وهي بتحرق محفظة حبيبها، وبتكون اختارت تتستر على فيكتور وتفضل معاه ومع بنتهم. وبكده يكون خلص فيلمنا. سلام يا أبطال.